ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده سيشن جديده وترم جديد، يا رب سعيد عليكم جميعا. بشكر كل الناس اللي كلموني وطمنوا عليا، وبشكر كل الناس اللي بعتولي والولاد الحلوين اللي قالوا لي ان انا وحشتهم، والناس اللي بتسأل انا هنزل السيشنز امتى. دي اول سيشن لينا برايم 2 ديسكفر ترم تاني. بشكر كل الناس اللي دعولي والناس اللي بعتت لي النتائج بتاعتها، مع اني ما اعرفهمش من بعيد جدا. بس انا فرحانه ان انا ساعدتكم، وفرحانه ان المراجعات كلها جت في الامتحان بفضل الله، الحمد لله يعني. وفرحانه بنتائجكم جدا اكتر من الولاد اللي عندي في الدرس، لان طبعا انتوا راجعتوا في الوقت الضايع. بس بسم الله ما شاء الله النتائج زي الفل والدنيا تمام جدا. مبروك ليكم جميعا، وعقبال يا رب كده الجامعه باذن الله والتخرج في احسن الجامعات باذن الله. النهارده اول سيشن ليا ديسكفر برايمري 2. المنهج ترم تاني ان شاء الله. باذن الله هنزل 2 سيشنز في الاسبوع، هنزل حصتين في الاسبوع خاصه بالديسكفر، من اول كي جي لحد واحنا طالعين لحد برايمري 3. لان بعد كده انا عارفه ان طبعا الماميز بيهتموا ان الولاد تاخد درس، لكن في الفتره دي انا عارفه ان انتم مش مهتمين بالديسكفر، فانا بحاول ان انا اساعدكم سواء بقى عن الشرح عن الترجمه عن كده يعني. يلا بينا نشوف شابتر 1 عاوز مننا ايه. Discover Primary 2 الترم التاني. اول حاجه بيقول لي ذا ايجيبت ماب. الايجيبت ماب اللي هي خريطه مصر. طبعا الجزء الاول كله جغرافيا، تمام. واحنا زي ما احنا متعودين ان الديسكفر معناه هو ساعات شويه يجيب لي جغرافيا على شويه تاريخ على شويه ساينس علوم على شويه كده يعني. عشان كده اسمها في العربي متعدد التخصصات او اكتشف متعدده، فبيهيئني بعد كده لماده الدراسات وماده العلوم اللي هي الساينس. اوكي. فطبعا الجزء الاولاني على حظنا في برايمري 2 جغرافيا، تمام. وانا الحمد لله ماليش في الجغرافيا قوي يعني. يلا بينا نشوف هو عاوز مننا ايه. بيتكلم عن خريطة مصر وتعريف الجغرافيا وكده يعني، تمام. يلا بينا نشوف. اول حاجة بيقول لي الجيوغرافي اللي هي الجغرافيا معناها ايه، عشان ممكن يجيني بعد كده في true or false صح او غلط او اختياري. بيقول لي is the study land water and air، هي دراسة الأرض والمية والهواء. how they affect people live، وازاي بتأثر على وكيفية تأثيرها على عيشة الناس. دي كده تعريف الجيوغرافي اللي هي الجغرافيا. اوكي. الليجند اللي هي الحاجة الأسطورية أو الحاجة الخرافية. بيقولي إن هي it's the key that helps us understand the meaning of color and symbols on the map. هي المفتاح اللي بيساعدنا في ان احنا نفهم معنى الالوان او اللون والرموز على الخريطة. دي تعريف الليجند اللي هي اللي هي بمعنى اصح الاسطورة او كده يعني، تمام. طيب بيعرفنا يعني ايه؟ يعني بيعرفنا اللون الازرق ده بتاع ايه، بتعرفنا اللون الاصفر بتاع ايه، اللون الاخضر بتاع ايه كده، تمام. فهي دي المفتاح اللي احنا بنستخدمه في ان احنا نتعرف على شكل الماب الخريطة، تمام. طبعا لازم نكون عارفين كلمة ماب يعني خريطة، وكلمة ايجيبت يعني مصر. في كلمات كده هنطلعها ان احنا بحيث ان احنا نحفظها، تمام. ويا ريت نحفظ تعريف الجيوغرافي اللي هي الجغرافيا، حتى لو هنحفظه اورال، بس بعد كده لو جاني ابقى عارفه، تمام. ولو يريد نكتبه مرة واحدة كده كتعريف، صدقوني هتفرق جدا، تمام. بحيث ان هو لو فكر يجيب الامتحان ايساي ان هو يجيب لي كلمة جيوغرافي وبيقول لي يعرفها يعني، تمام. زي مقالي يعني بالعربي، تمام. يبقى احنا كده خدنا دلوقتي تعريفين اتنين، الجيوغرافي والليجند. يا ريت نحفظهم كويس جدا سواء اورال، ولو احنا كويسين في الانجليش هنحفظهم اورال حلو جدا. ولما يجيني زي كلمة سيمبلز اللي هي الرموز، دي كلمة جديدة عليا نحفظها برضو، هتفيدني في الكونكت او الكونكت بلس بعد كده. وكلمة ايه تاني، وكلمة افكت ان هي بتأثر او كده، تمام. كده بالنسبة للصفحة الاولى في شابتر 1. التعريفين دول مهمين جدا، وزي ما قلنا هنشوف دلوقتي خريطة مصر بقى بتتكلم عن ايه، اللي هي ذا ايجيبت ماب، تمام. ثواني هجري بس شوية عشان ما اطولش عليكم في الكلام. لو جاب لي الخريطة بقى في الامتحان الماب هعمل ايه؟
نسيت اقول لكم على حاجه، طبعا ان الخريطه مكرره معانا. تمام، مكرره معانا ان احنا هنعمل لها زي حفظ كده، بحيث ان احنا نبقى عارفين الحاجات اللي عليها ايه لو جابها لي. تمام، لو طبعا مش الحاجات اللي عليها اللي هي البحر الاحمر، لا نو خالص. هو هيسالني في الكالر اللي هي الالوان اللي عليها دي ايه اللون الاصفر وايه اللون الازرق وكده يعني. تمام، طبعا عندي هنا اكزامبل مثال بيقول لي فيه ان اللون البلو على اي ماب بيبقى لون الووتر. تمام، طب اللون الجرين يا مس بيبقى لون ايه؟ بيبقى لون البلانت اللي هو النباتات. تمام، اللي هي الحاجات الزراعية. طب اللون البراون بيبقى لون الماونتن اللي هو الجبل. اللون اللي هو البني بيبقى لون الماونتن اللي هي الجبل على الماب. تمام، طب اللون اليلو بيبقى لون الساند اللي هو الرملة. تمام، يا ريت نحفظ الكالرز دي كويس جدا، عشان هي دي الفكرة كلها من الليسون ده يعني. تمام، يبقى اللون البلو بيبقى لون الووتر، اللون الجرين بيبقى لون البلانت، طبعا ده معروف. هو اللي فيه لخبطة شوية البراون واليلو. البراون بيبقى الماونتن اللي هو الجبل، دي كلمة جبل يا ريت نحفظها برضو. اليلو اللي هو لون الساند اللي هي الرملة. تمام، يبقى احنا كده خدنا كام كولر؟ خدنا 4 الوان على الخريطة بالعربي كده. تمام، ايه هم بقى؟ البلو اللي هو الووتر، الجرين اللي هو البلانت، البراون اللي هو الماونتن، اليلو اللي هو الساند اللي هي الرمال. تمام، دي كده الالوان اللي موجودة على الخريطة، سواء في مصر سواء في اي بلد، اي ماب، دي الالوان ثابتة عليها. تمام، لو ركزنا ان في كلمة ليجند اللي هي الاسطورة او كده، كنا بنقول ان هي بتعرفنا الكالر والسيمبلز اللي هي الرموز والالوان اللي موجودة في الماب، بتساعدنا في ان احنا نفهمها وازاي نبقى عارفين ده لون ايه ودي بتشير لايه وكده. تمام، يلا بينا نكمل. ده اكسرسايز حلو جدا. تمام، وغالبا هو ده اللي بيجي في الامتحان بعد كده. بيقول لي هنا complete. زي ما قلنا الكالر مهمة جدا. تمام، دلوقتي برضه هو بيقولي complete yellow reference to. اللون اليلو بيشير لإيه؟ كلمة reference يعني يشير إلى، بيشير لإيه؟ بيشير لقلنا لإيه؟ للساند الرملة. طب البلو reference to الووتر، قلنا الووتر بيبقى لونها على الماب بلونها بلو. تمام، البراون reference to بتشير لإيه اللون البراون؟ قلنا للماونتن اللي هو الجبل. الجرين ريفرنس تو اللون الأخضر بيشير لإيه؟ بيشير للبلانت اللي هي النباتات. تمام كده، ده كده السيشن بتاع النهاردة، خفيفة مش تقيلة. وانا ما حبيتش ابدا المنهج بحاجه تقيله او صعبه يعني. وعلى فكره المنهج حلو جدا ولذيذ، بس احنا ايه، نترجمه واحده واحده مع بعض ونكمل باذن الله على نفس الوتيره دي. ان شاء الله هنجيب نتيجه كويسه جدا في الاخر، ومش هنشيل هم الديسكفر، ووداعا لصعوبه الديسكفر بعد اليوم. وان شاء الله هنزل لكم سيشن، وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس انزل لكم الفايل ده PDF عشان الناس اللي حابه تطبعه، ان هم مش جايبين كتب او مذكرات او كده. وانتظروني في سيشن جديده، ومع السلامه وفي رعايه الله. باي باي.